تستمعون الآن إلى برنامج قبسات من هدي النبي مع فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع المجلس الخامس في قبسات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المعظم، ونحن نبحر مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعليماته وتوجيهاته السديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكتب لنا الأجر والتوفيق، وأن ينفعنا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث يتكلم على سلوك داخلي في الإنسان، ينطبع في نفس الإنسان غالبا في صغره، وقد يكتسبه الإنسان فيما بعد، فهو سلوك مكتسب. الله سبحانه وتعالى يعني هو سلوك فطري في كثير من الناس، ويكتسب أيضا يعني بالتقوى والمخافة وبالمجاهدة قد يكتسبه الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: أجبلة جبلت عليها أم أمر اكتسبته؟ فأحيانا الأخلاق منها ما هو جبلي خلق عليه الإنسان، ومنها ما هو مكتسب. فخلق الحياء خلق عظيم، وهو درجة عالية في مراتب العبادة، وزينة عظيمة في مجال تقوى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأشياء التي توارثوها الناس ولم تمت في الأجيال، ولأنه تعرف التعاليم الأنبياء تندثر، وتأتي على الناس فترات من غياب الدين في حياتهم. أما الحياء بقيت عند الناس، تتوارث الناس فضائله ومعانيه. فمما بقي عند الناس دائما أنهم ورثوا يتوارثون هذه المقولة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه المقولة هي يعني إما واردة بمعنى التهديد: إذا أنت ما تخجل يعني طيب اعمل اللي عايزه، لكن حتشوف. فممكن أن تكون وردت يعني بمعنى التهديد، كما قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا ليس إباحة أن يعملوا ما شاءوا، ولكنه وردت في هيئة تهديد. وقال الله عز وجل: فاعبدوا ما شئتم من دونه. وليس المطلوب أنه يعني إباحة عبادة الأوثان أو غير ذلك مباحة، ولكنه يعني تهديد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني ليقطعها ويبيعها. ومعلوم أن بيع الخنازير لا يجوز، ولا أكلها ولا غير ذلك، ولكنه هذا وارد بمعنى التهديد. والمعنى الثاني أنه أمر، ومعناه الخبر، يعني أن من لم يستحي صنع ما شاء. إذا لم تستحي فاصنع ما شاء، يعني الإنسان لو رفع منه الحياء لم يعد إنسان. يعني فهذا إما وارد في أنه هو خبر، يعني الإنسان إذا لم يتزين بالحياء فهو عريان. فإما هو تهديد كما ذكرنا، وإما هو يعني خبر. وكلاهما يا إخواني أمران يعني يستحقان التأمل. إن كان تهديد فأنت ينبغي أن تخاف يعني من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ أخاه في الحياء، يقول: يا أخي أنت مالك يا أخي تخجل
وشنو يعني ما تخليك جريء شوية وانت دائما كذا. فلما شافوا يعني يريد أن يخرجه من الحياء إلى والعياذ بالله إلى ضده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه، فالحياء خير كله، الحياء فيه هو الخير كله. فالإنسان ما ينبغي أن، وفي رواية طبعا قالوا دعه فإن الحياء من الإيمان. فيا إخواني الإنسان لا ينبغي أن يكون يعني يتعرض إلى تهديد الله سبحانه وتعالى، أو أن يتعرض إلى حكم من أحكام الله عليه بأنه إذا ما عنده حياء فهو إذن سيفعل ما شاء وقد ضاعت أخلاقه ولا نصيب له ولا خير له. فالمعنى يكون هكذا، ولذلك ينبغي أن نتجنب الأمرين إن شاء الله. وقال إسماعيل ابن خالد دخل عيينة بن حسن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى، فأتي بماء فشرب، فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال الحياء خلة أوتوها ومنعتموها. فالرجل يعني في ناس هكذا يعني يكون عنده الحياء حتى في أبسط الأشياء. وتذكر ما يذكر أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أبو بكر وكان ثوبه مرفوعا إلى فخذه، فلم يغطي النبي عليه الصلاة والسلام يعني ركبتيه صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الركبة ليست داخلة في العورة ولكنه فوق الركبة الذي داخل في العورة. فدخل عمر فلم يغطي، فلما دخل سيدنا عثمان أرخى صلى الله عليه وسلم ثوبه على يعني على فخذيه. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا عندما دخل عثمان فيما معنى الحديث؟ فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالحياء يا إخواني من الخلق الجميل والجبلة الجميلة. فينبغي الإنسان إن شاء الله تعالى أن يجتهد حتى يكسب هذا الحياء. وفي حديث ابن مسعود الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله. ورواه خرجه هذا الحديث الإمام أحمد والترمذي مرفوعا. وقد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمة ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. والأمر كما قال عمران رضي الله عنه فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. فالإنسان إذا رأى أمامه باطلا أو سلبت حقوقه أو تعرض حقوقه، سواء كان مثلا نفترض أن شخصا يعني يتعرض إلى بنتك وإلى أهلك، فإنت سكت حياء أن تكلمه، هذا ليس حياء، هذا ليس حياء، هذا يسمى الخجل. والخجل يا إخواني أحيانا مرض، الخجل يعني أحيانا حالة مرضية، لكن الحياء هذا من التقى ومن زينة الناس. فالإنسان أن يتعفف وأن يترفع عن الدنايا هذا من الأدب والخلق الرافع. أما أن يضيع حقك وأن يضيع عرضك وأن تسلب حقوقك وأنت ساكت، فهذا ليس من الحياء، إنما الحياء القوة وليس الحياء الضعف. الحياء زينة وليس الحياء عورة مخجلة. فالإنسان ينبغي أن يكون إن شاء الله يعني دائما عنده الحياء والاستحياء. فالإنسان يمنعه من المعاصي الاستحياء من الله سبحانه وتعالى. وقيل في بعض الآثار عند كتب أهل الكتاب أن زليخة عندما أرادت أن
تراود سيدنا يوسف. قالوا نظرت عن شمالها فرأت صنما كان في بيتها فأخذت وغطته بثوب حتى لا يراها. فهذا هو من الاستحياء، يعني أن هي استحت أن يراها وهي يعني تزني. فالإنسان إذا رزق الحياء يعني منعه الحياء من المعاصي، يمنعه الحياء من المعاصي. وتذكر أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتها وبقيت في بيتها، ثم دفن أيضا أباها في نفس الغرفة وكانت لا تحتجب. فلما دفن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه استحت فكانت تلبس حجابها حياء من عمر. وهكذا الإنسان يعني أحيانا بعض الناس يمكن يعني إذا ظهر منه شيء بسيط يعني يحس بالاستحياء ويضايقه ذلك، وبعض الناس سبحان الله ممكن يمشي عريان ولا يستحي. فالإنسان يعني الحياء خير كله، فيجتهد الإنسان إن شاء الله تعالى يعني أن يستحي. ولذلك الإنسان يبان حياؤه أحيانا يعني في أبسط الأشياء، كما قال أسامة بن شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت، ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وفيه مؤمل بن إسماعيل، وهذا الرجل سيء الحفظ، فربما الحديث يعني يكون فيه شيء من الضعف. وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية. وأيضا هذا يعني يستأنس به وإن كان فيه شيء من الضعف، ولكن سقط الحديثين حتى أبين أن الإنسان الحياء فقط ليس في الخلوات، ولكن الحياء أيضا يعني يكون في السر وفي العلن وأمام الناس ويعني خارج الناس. بعض الناس أمام الناس يستحي، لكن إذا خلا هو بالمعصية وحده فقد لا يشعر بهذا الحياء، وهذا ليس إنسان عنده حياء. الحياء حالة متولدة من خوف الله سبحانه وتعالى، فالإنسان ينبغي أن يكون دائما في السر والعلانية عنده هذا الحياء من الله، يعني يشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأنه يراه، فحاله في خلوته وجلوته واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء والإخلاص. هو موضوع عظيم جليل القدر، يعني يحتاج إلى أن نتحدث عنه طويلا، ولكننا نكتفي بهذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيض من أنوار وعطاء من رب وهبات، سحب سخاء تمطر تروي